وريتك تصاور، وريتكم الفيديوهات، كان صحيح كان كيجري، كان كل شيء. الدري راه خرجوا لينا صافي، ولا ضاربين ليه شي ليبره، ضاربين ليه شي حاجه، شي حاجه ما باغيناش يقولها. ضرب الموس الدري، راه ما نقولش لك حالته، راه لا اله الا الله. في شهر 8 شفت 3 شهور 32 سنه خويا تكرفصوا لينا عليه. انا كنتمنى من الحموش يتدخل لينا. ديالو كنتي كياكل دخلت واحد الجمعيه الله يجزيها بخير. شكرا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معكم خديجة عماري، رئيسة جمعية الحكامة والتضامن الاجتماعي بالمحمدية. اليوم أنني تجي لمدينة آسافي، جيت غير بالصدفة. هاد وليد سعيد كان تعيش هو والأم ديالو، كانوا كارين بيت. الجمعية ديالنا كانت مدخلة على الخط، تتعاون الأم ديالو الله يرحمها فكرة مرة تنعاونوا داك الوليد والأم ديالو. مشينا، جيت البارح بالليل تنسول كما العادة على سعيد، قالوا لي الأم ديالو ماتت. مشيت نقلب لقيت الأخت ديالو، قالت لي خويا السبيطار اشنو واقع؟ قالت لك بأن خويا مشى لواحد المؤسسة خيرية، وهاد المؤسسة الخيرية اللي مشى ليها اش غنقول لك، لا اله الا الله محمد رسول الله. هادشي اللي غنقول لك. الحاله ديال الوليد من بعد داك الوليد ما كان غليظ داك الولد، وكان تيضحك، وكانت الابتسامه ديما، كان ناشط ديما داك الوليد. الابتسامه دابا مشات دابت. وملي جينا نشوفو، جيت درت فيه زياره، لقيت الوليد مضروب بموس من هنا، ومضروب يعني بيموت من هنا، من الساطه ديالو، كأن شي واحد تيجرو وضاربو بالموس. يعني الدري مكرفس، وحاليا الفم ديالو كله تيدوز بالفران ابيض. وغدا حاشا الاخوان والمتتبعين الكرام اللي معانا، ها هو حاليا شوفوا السيد باقي لحد الان، تشوفوا داكشي تيدوز بالفم ديالو. من بعد كاع داك الوليد اللي كان تيضحك وكان تيهضر، وكان على الاقل كان تيدوي تيلوح شي كلمات، دابا حاليا شي حاجه واحده ليه هنا، ربما ميكروب، ربما. من هذا المنبر انا تنشكر الله ينصر سيدنا. احنا عندنا ثقه في القضاء، احنا والنيابه العامه اللي تنطلبوهم انهم يدخلوا لينا على الخط ديال هاد الوليد. تنطلبوا واحد الخبره طبيه، ولكن ما تكونش في مدينه اسافي، ولا تكون في مراكش، تكون شي بلاصه اخرى، لان ربما حتى المسؤول ديال المؤسسه رشنا انه تيدير واحد اتصالات وداك الشيء، ما تتعرفيش شنو كاين. ولكن الحمد لله عندنا ثقه بالقضاء، تنرجعوا وتنقولوا عندنا ثقه بالقضاء، لان هذا الوليد من ذوي الاحتياجات الخاصه. فعيب وعار اننا داك الوليد نقطعوا ليه ديك الابتسامه. يكفي غير انه هو راه الابتسامه ديالو ضايعه من شحال هادي، ويجي دابا ويضيع. راه شوف، راه عيب، راه هاد الشيء حسبي الله ونعم الوكيل، راه حسبي الله ونعم الوكيل. راه ما يمكنش مؤسسه وحده يمشوا بها جميع كاع المجتمع المدني غادي يتضرب فيها. ومن هذا المنبر احنا تنشكروا واحد المؤسسه، واحد الجمعيه حقوقيه اللي غادا تدخل معنا على الخط، اللي تيترأسها السي رشيد. تنشكروه من هذا المنبر. الجمعيه الوطنيه ديال حقوق الانسان. وانا من هذا المنبر انا تنطالب من جميع الجمعيات ديال مدينه اسافي، هذا نداء ديالي ليكم، ومن جميع الجهات. الصحافه الرابعه راه تتوما تتمثلوا، يعني راه حق ديال هاد الوليد بغيناه ما يضيعش، ما تيستغلوش. ماشي انسان يستغل الفقر ديال هاد الاخت اللي انها ما عندهاش. واحد الاخت ديالو فين اختو، واحد الاخوه عنده جوج خواتات اصلا هما ما عندهمش، هما ما بحالهمش، هما عندهم غير بيت، كاينين بيت. يعني لا حول ولا قوه الا بالله. اولا معكم مفتاح مصطفى، رئيس وطني للجمعيه المغربيه للدفاع عن الوحدات الترابيه حقوق الانسان عبر العالم. اخوان، كنشكر فعاليه المجتمع المدني
اللي دخلت على الخط ديال هذا الحادث اللي مؤلم ديال هذا الولد. الحكامة من جمعية الحكامة كنشكر السيدة رئيسة جمعية الحكامة المحمدية، وكنشكر المنابر الإعلامية اللي جات تغطي هذا الحدث بعد ما سقط الأخبار لواحد الولد مونغوليا من ذوي الاحتياجات الخاصة كان في واحد الخيرية هنا في مدينة أسفين. لما كتقول الأخت ديالو تكرفسوا عليه وفيه ضرب ديال السلاح الأبيض وشي حاجة كتخرج ليه من الفم ديالو، جابوه هنا. بعد ما سولت رئيس ديال الجمعيه قال لي لا راه جبناه درنا ليه سكانير تحاليل دات اختو، قلت ليه شو كيجزم بان وقعت له حتى حاجه، قلت ليه ما لزمت شي حاجه انت ماشي قضاء. حنا كنتمناو وعندنا ثقه في القضاء ديالنا وفي النيابه العامه باش تفتح واحد التحقيق شفاف ويكون واحد الخبره بكل شفافيه. كنتمنى من المسؤولين ومن حقوقيون ديال مدينه اسفين، لان هذا وليد انا كنعرفو شخصيا، كنعرف الام ديالو كنت كتكافح معاه، وملي شفتو بعيني كيهبط لي شي حاجه بيضاء من هنا، بيضاء من هنا كيهبط لي من هنايا سيري صافي ولا كوما. لا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم. كنشكر الجميع وكنتمنى يكون تحقيق شفاف من السيد وكيل العام مدينه اسفي، وعندنا ثقه في القضاء باش غادي يقول الكلمه ديالو. وفمن كما قال سيدنا الله ينصرو، فمن يعمل مثقال ذره خيرا يره ومن يعمل مثقال ذره شرا يره. عاش الملك وينصر سيدنا.